إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم ما يعنى به بعد توحيد الله جل وعلا أمر الصلاة، التي جعلها الإسلام الركن الثاني من أركان الإسلام، الذي لا يقوم الإسلام إلا بها. فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمعاشر المسلمين، إن أمر الصلاة من أعظم ما ينبغي ويجب على العبد الاهتمام به، ولا تجد العبد يصلح أمر صلاته إلا وقد أصلح الله حاله وشأنه كله. ولذلك جاء أيضا في السنن من حديث البراء وغيره رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فأمر الصلاة معاشر الناس عظيم، فمن اهتم بصلاته فإن ذلك يدل على أنه يعظم الله جل وعلا، وأنه يعرف قدر ربه سبحانه. والله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا تجد العبد معاشر المسلمين يقوم مصليا يلتفت يمنة ويسرة، لا يحسن ركوعا ولا يحسن سجودا ولا يحسن إقبالا بقلبه على الله، إلا وليس في قلبه تقدير وليس في قلبه تعظيم لله جل وعلا في مثل هذه اللحظات. لماذا؟ لأنه لو كان يعظم من قام له ومن ركع له ومن سجد له لأحسن صلاته. ولقد كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يهتمون بأمر الصلاة ولا
يعرف قدر العبد ومكانته إلا إن كان من المحسنين. ولذلك كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكانوا مما شكوه فيه قالوا بأنه لا يحسن يصلي. انظروا الوصمة، أمير استعمله عمر على الكوفة في العراق، فأراد الشانئون والمفسدون أن يطعنوا فيه وأن ينقصوا قدره عند ولاة الأمر، فقالوا بأنه لا يحسن يصلي. انظروا، لم يقولوا بأنه من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا ممن اتخذ كرسيه ليظلم الناس، ولا إنما ذكروا أنه لا يحسن يصلي، وذكروا أنه جبان وإلى آخره من ضمن ما ذكروه. فماذا كان جواب سعد رضي الله تعالى عنه؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أخرم منها، لا أخرم أي لا أنقص، لا أخرم منها، إني لأطيل في الأوليين، لأركض في الأوليين، أي بمعنى أطيل في الأولين وأركض في الأخريين، أي أخفف في الأخريين. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن منا معاشر المسلمين من عرض صلاته على صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أسألك بالله يا أيها المصلي، أسألك بالله العظيم يا معشر المصلين، من منا من وقف وسأل نفسه: هل صلاتي التي أصليها هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها مجانبة له؟ اعرض صلاتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعرض صلاتك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل من منا معاشر الناس من دعا الله جل وعلا أن يجعله محسنا في صلاته؟ من منا من جعل يدعو الله ويقول: اللهم اجعلني محسن الصلاة؟ هذا أمير أهل التوحيد وإمام أهل التوحيد في زمانه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هؤلاء رسل الله وأنبياؤه يدعون الله جل وعلا أن يجعلهم ممن يحسنون الصلاة. فلماذا تجد الكثير من الناس لا يهتم بالصلاة؟ نعم، قد تجده يصلي، لكن يصلي كما نقول أو كما يقول كثير من الناس صلاة المخارجة، 4 ركعات يصليهن في دقيقتين، ركوعا سديدا ونقرة سريعة، يسجد وينقر في صلاة كما ينقر الديك الحب. أين هذا؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ ألف بعض أئمتنا رحمهم الله وهو المروزي رحمه الله كتابا عظيما أسماه تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة. فالصلاة معاشر الناس عمود الإسلام. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا صلاة لمن لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ولذلك كان بعضهم لا يحسن في صلاته
كما جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصل فإنك لم تصلي. دخل فصلى ركعتين، ثم نفى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم له أنه لم يصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى أولا، ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع الرجل الثانية وصلى الثالثة، فلما أتى قال: يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غيرها. اعرف صلاتك، ليس من العيب. قد تقول قد بلغت كذا وكذا من السن، ليس من العيب. خذ بعض الرسائل المصنفة في هذا الباب واقرأ كيف كان ركوع الرسول، أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، أين كان يرسل عينيه، أين كان يضع يديه على الأرض إذا سجد. كل ذلك موجود مسطر، كل ذلك موجود مسطر. أما أننا نقول ونزعم أننا نعظم الله، فإذا نظرت إلى صلاة أحدنا رأيته يصلي وكأنه لا يصلي، تراه ربما وضع يديه في هذا الموضع، وإذا به قد أرسل عينيه إلى أطراف المسجد ينظر يمنة ويسرة ويراقب ما يصنع فلان وما يصنع فلان. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، لو أنك في محضر أو في حضرة رجل من المسؤولين وهذا المسؤول يكلمك أو أنت تكلمه وأنت لا تأبه به كأنه لا يكلمك، كيف سيكون جوابه لك أو كيف سيكون جوابك له إن قال لك: ألا تهتم بكلامي، ألا تهتم بأنك في مجلسي؟ ربما لا تستطيع حتى أن تلتفت إلى موضع آخر، تجد نفسك منصتا لكلامه، تجد نفسك منصتا لفعاله. الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة، فاهتموا معاشر الناس بصلاتكم، اهتموا بصلاتكم، فوالله إنها لأعظم موضوع، أعظم ما يهتم به العبد من العمل الصالح الصلاة. فأحسنوا صلاتكم وفقكم الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه جميعا ومن والاه. أما بعد، معاشر الناس، جاء أيضا في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون يا رسول الله؟ وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ فقال: يسوون الصف الأول ويتراصون في الصف. شاهدنا من هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإقبال على الله جل وعلا، وربنا سبحانه قد حكى لنا ما سيكون من أمر يوم القيامة، يوم أن يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون. لماذا؟
لأنهم يعظمون الله جل وعلا، فلا يتكلم أحد إلا بإذنه. فانظر وتأمل حالك إن قمت في صلاتك، كيف ينشغل قلبك إلا أن يشاء الله بغير الصلاة؟ كيف ينشغل قلبك بغير الصلاة؟ تجد قلبك يذهب ها هنا وها هنا. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكتب للعبد من صلاته 10 أو 9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو نصفها. يعني أحسن واحد من يكتب له من الصلاة نصف، وذلك بسبب حضور القلب وانتباه العبد للقراءة وما يكون من أمر الصلاة من ركوع وسجود وتسبيح. فما أعظم أن يحسن العبد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مراتب الدين الإحسان. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك أنت العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالحوثي ومن عاونه، اللهم عليك بالحوثي ومن عاونه. اللهم عليك بأمريكا وإيران. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم وفق رئيس البلاد عبد ربه إلى ما تحب وترضى. اللهم يسر له بطانة صالحة تأمره بطاعتك وتنهاه عن معصيتك. اللهم إنا نسألك أن تجيب دعانا إنك أنت المجيب يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.